أنا النهاردة هاتكلم على مجال واحد من مجالات التربية الخاصة، زي ما احنا عارفين إن التربية الخاصة فيها مجالات كتيرة قوي، زي مثلا الإعاقة الفكرية، الإعاقة السمعية، البصرية، الإعاقة الحركية، التوحد. عندي برضو صعوبات التعلم. أكتر مجال دلوقتي عندي أنا شايفاه منتشر جدا بين التلاميذ في المرحلة الابتدائية، وهي صعوبات التعلم. صعوبات التعلم بتعتبر من الإعاقات الخفية اللي بتنتشر انتشار كبير جدا بين التلاميذ في المرحلة الابتدائية. أنا بلاحظ تأثيرات صعوبات التعلم بين التلاميذ في تدني المستوى التحصيلي مقارنة بزملائه أو مقارنة بأقرانه داخل الفصل الدراسي. بشكل عام صعوبات التعلم إيه تعريفها؟ هو اضطراب في العمليات النفسية اللي بتؤثر لي على قدرة الفرد أو التلميذ على أداء المهام الأكاديمية. إيه هي المهام الأكاديمية عندي؟ زي القراءة، الكتابة، الحساب، الاستماع، التهجئة. كل العمليات دي بتأثر لي على التلميذ. طيب، انا اكتر نوع عندي او مجال عندي في مجالات صعوبات التعلم انا بلاحظها جدا في التلاميذ، وهو صعوبات تعلم القراءة. انا عندي من انواع صعوبات التعلم عندي نوعين اتنين، عندي حاجة اسمها مهارات نمائية وعندي مهارات اكاديمية. انا عندي المهارات النمائية او الصعوبات النمائية اللي هي الانتباه سواء كان سمعي او بصري، وعندي الادراك سواء كان سمعي او بصري، وعندي الذاكرة برضو كانت سمعية أو بصرية، ولا سيما برضو الذاكرة العاملة. أنا لو عندي التلميذ في تدني واضح في مهارات القراءة، يبقى الموضوع ده هيأثر لي عندي في الكتابة ويأثر لي عندي في الحساب. عندي مظاهر إيه اللي أنا بلاقيها عندي في مهارات القراءة؟ عندي إن الطفل ممكن بيبقى فيه خلط في الحروف المتشابهة، زي حرف مثلا الباء والتاء والثاء مثلا، الجيم والحاء والخاء، الدال والزال والره والزين، السين والشين. كل الحروف اللي شبه بعض بلاقي ان الطفل او التلميذ بيبقى عنده خلط واضح جدا بين الحروف المتشابهه، ما بيقدرش ان هو يميز ما بينها. عندي ان هو ممكن يعكس الحروف، ممكن يضيف حرف مثلا على الكلمه، ممكن ان هو يحذف، ممكن ان هو يبدل الحروف. فبالتالي الجمله كلها او الكلمه لما يجي يقراها بتغير لي المعنى اللي موجود عندي في الكتاب.